تقريبًا أنا بقى لي شهر أو يمكن أكتر شوية، بجد أنا حاسة إن أنا تايهة، ويومي بيتعاد هو، عشان أنا الفترة اللي فاتت كان في تغيُّرات كتير جدًا في يومي، فحاسة إن كل حاجة بقت متدربكة، وبقيت حاسة إن أنا باصحى أنا مش عارفة المفروض أعمل إيه، ولا أنا المفروض إيه اللي يحصل النهارده، وبقيت للحظة كده حسيت إن أنا اليوم بيتكرر من غير ما أكون حاسة إن أنا مستفيدة أقصى استفادة من اليوم. فأنا رتّبت الدنيا كده بشكل سهل أوي، سهِّل عليّا الدنيا وخلّاني بجد عارفة أنا النهارده هاكون باعمل إيه، فتعالوا نشوف الطريقة مع بعض. هلو من نُص الدنيا الحلوة، أنا دينا الحداد وهدفي من البرنامج ده إن أنا أوصّل كل واحد لأحسن نسخة من نَفْسه ويكون مؤثّر في المجتمع والناس اللي حواليه بالإيجابية طبعًا. زي ما قُلت لكم يا جماعة، أنا الفترة اللي فاتت بجد كانت الدنيا مكركبة جدًا عندي، واختصارًا للوقت والكلام والمجهود ولكل حاجة، اكتشفت إن أنا عاملة الvision board بتاعتي وكل حاجة تمام ومقسّماها على quarter أو مقسّماها على 3 شهور، بس برضه حاسة إني أنا محتاجة أعمل حاجة أكتر من كده، واكتشفت إن أنا في الأول كنت باعمل حاجة وبطّلت أعملها، ووقت أمّا كنت باعملها كان الموضوع ماشي معايا جدًا، بس برضه قعدت أعمل search أكتر وأعرف أكتر عن الموضوع، لقيت فعلًا الحاجة اللي أنا كنت باعملها دي أصلًا معمول عليها دراسات، والموضوع ده effective جدًا مع ناس كتير جدًا من غير ما أنا أكون باعرف أصلًا، حاسة من البداية كده إن أنا فيّا حِس علمي كده، اللي هو أنا باعرف الحاجة وهي طايرة. طيب يا جماعة عرفت إن إحنا نخطط للسنة بتاعتنا، أنا عارفة إن الموضوع بيبقى صعب جدًا، وبرضه لو خططنا للquarter اللي هو ال3 شهور، الموضوع برضه مش هيبقى سهل. طيب إيه أفضل حاجة إن إحنا نخطط لها؟ لو قلتوا لي الشهر هاقول لكم برضه إن الشهر إلى حدٍ ما ساعات في ناس بتحس إن الموضوع كتير أو وقته طويل أو حاسة إن هي ياه أنا فين وآخر الشهر فين، أو أنا فين وبعد أسبوعين هاكون فين. فخلّونا نعمل step by step كده، وخلّيني أقول لكم إن أفضل حاجة نقدر ننظمها وأفضل حاجة نقدر نرتّبها هو الأسبوع، لإن هو قصيّر جدًا، أنت بتشوف النتيجة بتاعة مجهودك في خلال أسبوع، بتشوف أنت عملت إيه خلال أسبوع، والأسبوع بيتكرر، أنت عارف إن أنت عندك النهارده إيه، بُكرة، بعده، 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 حتى لو في حاجات اتغيّرت مش بتبقى حاجات اتغيّرت كبيرة زي ما هاقول لك مثلًا رتّب لسنة أو رتّبي ل3 شهور، الموضوع هيكون صعب شوية، بس لمّا الموضوع يكون في أسبوع واحد هنعرف نcontrol الدنيا أكتر. وعلشان كده أنا برضه لقيت إن الورقة دي عندي already كانت قديمة، أنا ما عملتهاش جديد خالص، هي الورقة دي كانت عندي، وأنا ده اللي أنا كنت باعمله من فترة، وكنت باكتب فيها كل الحاجات بتاعة الأسبوع بتاعتي، وأنا كنت سايبة مسافة طويلة كده هنا علشان أكتب فيها كل الحاجات اللي أنا عايزة أكتبها. طيب يا دينا، هي الورقة دي بنجيبها منين؟ من على جوجل، بنكتب weekly planner أو بنكتب weekly plan أو بنكتب تخطيط الأسبوع أو بنكتب أي حاجة ليها علاقة بتخطيط الأسبوع، هيظهر لكم ورق زي ده صور، أو من على Pinterest، أنا باحب Pinterest أكتر، هاسيب لكم اللوجو بتاعه هنا للي مش عارفه، ده application برضه أو ممكن تخشوه عادي من على جوجل، في حاجات بتبقى أكتر شوية ويعني والquality بتاعتها بتبقى أحسن والdesign بتاعها بيبقى أفضل من على Pinterest، فهتلاقوا 100,000 design، بس أنا بقى كنت فاهمة كنت عاملة حاجة ليّا اللي هي special، يعني كنت كاتبة فيها هنا اللوجو بتاعي نُص الدنيا الحلو، وكنت كاتبة بقى فيها اسمي عشان حاجات كده تدّيني motivation أكتر، كنت كاتبة بقى الgoals اللي تحت، يعني هتلاقوا م مش عارفة أنتم هتلاقوها بالضبط، أعتقد هتلاقوا شبهها، بس أنا معدّلة فيها شوية حاجات، هتلاقوها عادي، الموضوع الورقة ده سهل جدًا، هتجيبوها وهتطبعوها من أي مكتبة جنبكم، ويُفضّل تطبعوها ألوان علشان تبقى مدّية كده vibes لذيذة وأنتم بتكتبوا فيها، أوكي، وبعدين هنبدأ نكتب بقى الأسبوع أنا عندي فيه إيه. الأول أنا باكتب من خلال ال3 شهور بتوعي اللي لسه ما اتفرّجش يا جماعة على الحلقة بتاعة تخطيط السنة وإزاي أخطط للسنة بتاعتي، الحلقة دي مهمة جدًا، 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 والحلقة دي يعتبر تكملة ليها، فاتفرّجوا عليها الأول وبعدين ارجعوا كمّلوا الحلقة دي. التخطيط السنوي بتاعي باقسّمه لquarter زي ما إحنا قُلنا في الحلقة اللي فاتت، الquarter ده بابدأ بقى أقسّمه لشهور، ال3 شهور دول أنا كل شهر ده أنا بابدأ أقسّم لأسبوع، في الأسبوع أنا بابدأ أقسّم ليوم، أنا هاعمل إيه النهارده، بُكرة، بعده، السبت، الحد، الاتنين، التلات، وهكذا. طيب مثلًا أنا عايزة الأسبوع ده يا دينا أنا عندي شوية حاجات المفروض أعملها، هاكتبها كلّها وبعدين هاقول لكم هنبدأ ننظّمها إزاي. مثلًا أنا لو هاتكلّم عليّا أنا كدينا، أنا محتاجة مثلًا الأسبوع ده أصوّر حلقتين، محتاجة أروّق الشقة ترويق اللي هو مش ترويق اليومي، اللي هو تنظيف عميق يعني للشقة، محتاجة أغسل هدوم، محتاجة أقضّي quality time مع عمرو، محتاجة أشوف مامتي وعيلتي، محتاجة أنزل أعمل shopping لشوية حاجات ناقصاني، ومحتاجة أطوّر نفسي أكتر في اللغة، أنا باتعلّم شوية الفترة دي English، وعايزة أروح لدكتور، وعندي بقى غير الشغل بتاعي الclasses بتاعتي، وعندي online training.
دي الحاجات كلها اللي انا محتاجه اعملها في الاسبوع. الحاجات دي هنعملها ازاي؟ هنبدا هنقسمها ازاي بناء على التايم بتاعها. يعني انا في حاجات مثلا عندي ليها وقت، انا مش هينفع اغير الوقت ده، وفي حاجات انا ممكن اعملها في بقيه يومي عادي جدا. فالحاجات اللي فيها فليكسبل دي بخليها في الاخر. الاهم حاجه دلوقتي الحاجات اللي انا عندي محتاجه تايمنج، محتاجه فيها تايم معين ما اقدرش اتعداه. زي مثلا ان انا محتاجه اعرف مواعيد الدكتور ايه، عشان انا مش هروح في اي وقت للدكتور. محتاجه اعرف مثلا الكواليتي تايم بتاع عمرو، مثلا اظبط اجازته على اجازتي عشان نعرف هنقضي الوقت ده يوم ايه مثلا. محتاجه هشوف برضو هقابل عيلتي امتى، لان كلنا مش فاضيين في نفس الوقت، فمحتاجين نظبط وقت مع بعض. محتاجه اعرف الكلاسز بتاعتي عشان دي بمواعيد ثابته انا مظبطه مثلا مع اماكن، فالاماكن دي ليها مواعيد ثابته فيها. الاونلاين تريننج برضو محتاجه اظبط مع الكلاينت بتوعي الاونلاين بتاعي مثلا مناسب ليك يوم ايه وايه 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 وايه، الساعه كام والساعه كام والساعه كام. ظبطت الحاجات اللي ليها مواعيد، ابدا بقى اظبط الحاجات اللي ملهاش مواعيد. خلاص انا حطيت في البلان بتاعتي الحاجات النهارده الاثنين الثلاثه الخميس الاربع، كل يوم عندي فيه حاجه ليها ميعاد. بقيت الاسبوع وبقيت المواعيد بتاعتي فاضيه، ابدا الحاجات اللي باقيه هبدا احطها. انا بقول لكم البلان بتاع الزينه، كل واحد هيرتب زي ما هو. انت عندك دروس مثلا النهارده يوم الاحد والاثنين والخميس، فهتبداي ترتبي مثلا الحد والخميس انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا. عندك مثلا شغل كل يوم من الساعه مثلا 9 الصبح لحد الساعه 5، خلاص دي حاجه ثابته في يومك. عندي شغل من 9 ل 5، خلاص انا هبدا من بعد 5 اشوف انا عندي ايه وممكن اعمله، او عندي وقت قد ايه اقدر ارتب فيه الاسبوع بتاعي. كلنا عندنا مواعيد ثابته لازم نحطها الاول، وبعدين بناء عليها نبدا نرتب بقيه الاسبوع الوقت اللي عندي فاضي اقدر استغله ازاي. خلصت كده ببدا بقى هنا انا كاتبه بقى دول، انتوا بقى ممكن تكتبوا بالطريقه اللي تعجبكم. انا كاتبه مثلا نوت، كاتبه هنا مثلا ايه الجولز بتاعت الاسبوع دي. بصوا هقول لكم على حاجه كمان انا اكتشفتها حلوه جدا وبجد نفعت جدا جدا جدا. انا شفتها اتفرجت عليها على يوتيوب وبجد قررت ان انا هطبقها في حياتي. طيب في حاجه كده اتعلمتها، او في زي قاعده كده اتعلمتها اللي هي بتاعت 2 3 5. اوكي، القاعده دي بتقول لك ايه؟ ان انت كل يوم لازم يكون عندك حاجتين مهمين جدا لازم تعمليهم، اللي هو دول الدنيا طلعت نزلت وقفت قعدت لازم تعمليهم. اوكي، في 3 حاجات بعديهم اقل اهميه شويه بس برضو مهمين. يعني احنا معانا كده 5 حاجات يعني مهمين، في منهم حاجتين مهمين وفي 3 حاجات ايه يعني مهمين بس اقل اهميه شويه. في بقى 5 حاجات دول انا ممكن اعملهم النهارده، بس يعني عندي اوبشن ان انا ممكن اجلهم ليوم تاني. بس برضو الحاجات دي هحاول اعملها على قد ما اقدر، على الاقل اكون عملتها في الاسبوع. مش شرط نفس اليوم اللي انا قلت عليه، بس على الاقل الاسبوع هيكون خلص وهكون انا عملت ال5 حاجات دول. الموضوع ده يا جماعه مريح جدا 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 جدا، وبيظبط لكم يومكم من غير ما تبقوا انتوا اصلا واخدين بالكم. ويا سلام بقى يا سلام لما تقعدوا بقى تكتبوا الحاجات كده، وبعدين بقى تصحوا تاني يوم تقعدوا بقى ايه، انتوا عارفين الحاجات اللي انتوا هتعملوها النهارده، وتبداوا بقى تعملوا عليها صح صح. قد ايه بتحسوا بفخر في نفسكم، بتحسوا ان انتوا انا فخوره جدا بنفسي ان انا عملت علامه صح كده. الموضوع ده هتحسوا ان هو بجد فاتكم جدا، الموضوع حلو جدا، هتحسوا ان انتوا بفخر كده، تحسوا ان انتوا دنيتكم مترتبه. واهم حاجه زي ما برضو ما قلت لكم قبل كده ان انتوا لازم تكونوا نايمين النهارده انا عارفه انا بكره انا هعمل ايه. اوريدي خلاص انا مرتبه الاسبوع، فانتوا هتقعدوا قاعده واحده يوم واحد بس هترتبوا فيه الاسبوع بتاعكم. خلاص انتوا كل يوم ما عندكوش دوشه ان انا هصحى النهارده هعمل ايه بكره هعمل ايه بعد، لا خلاص انا الاسبوع بتاعي عارفه انا هعمل ايه. فانا اصلا شايله اللوب من على دماغي، خلاص انا عارفه قبل ما انام هبص على الجدول بتاعي، انا النهارده بكره الثلاث، فانا عارفه ان الثلاث مثلا عندي فيه كذا، بكره الجمعه فانا عارفه ان الجمعه عندي فيه كذا. اهم حاجه يا جماعه ان يكون في يوم انتوا مش بتعملوا فيه اي حاجه، يوم في الاسبوع. اليوم ده بقى ممكن نحط بقى اللي هو مثلا الكواليتي تايم بتاعكم، اليوم اللي انتوا عايزين تعملوا فيه حاجات بس ما فيهاش تاسكات، ما فيهاش حاجه مذاكره، ما فيهاش حاجه شغل، ما فيهاش حاجه اديت، او ما فيهاش سيشن، او ما فيهاش ايا كان حاجه بريك كده. انا ببريك بس بقضي وقت مع ناس بحبها، او بقضي وقت في هوايه انا بحبها في حياتي. فاهم حاجه يكون في على الاقل يوم، ده لو ما كانش يومين بس يعني خلينا نقول المتوسط هيكون يوم واحد في الاسبوع انا على الاقل عارفه ان انا افصل فيه. دي من اسهل الطرق ومن احسن الطرق اللي انتوا ممكن تستخدموها بجد عشان تعرفوا تنظموا يومكم وتنظموا الاسبوع بتاعكم. ومن خلال الاسبوع ده هتقدروا تنظموا الشهر، ومن خلال الشهر ده هتعرفوا تنظموا السنه بتاعتكم. جربوا الطريقه دي، وعايزه اقول لكم ان انا كمان هجربها معاكم، واكتبوا لي في الكومنتس هتنفع معاكم ولا لا، واكتبوا لي ايه افضل حاجه عملتوها في الاسبوع بتاعكم ده، واكتبوا لي كمان عايزين نتكلم على ايه الفتره اللي جايه. واعرفوا ان انا بحبكم جدا وهفضل وراكم لحد لما ننجح كلنا ونكون فعلا بجد كلنا ناجحين وواصلين لاحلامنا ومؤثرين في المجتمع والناس اللي حوالينا. اشوفكم على خير.